القضاء المصري برد قلوب المصريين في قضية الاعتداء الجنسي على الطفل ياسين. واللي ما يعرفش الموضوع، في مدرسة خاصة في البحيرة الناني كانت بتاخد الطفل اللي اسمه ياسين في الكيجي لراجل مسن عنده 80 سنة شغال في إدارة المدرسة، وكان بيتم الاعتداء عليه داخل عربية قديمة في جراج المدرسة. والناني دي هي اللي كانت بتقلعه هدومه وبتفضل مستنياه لحد ما يخلص فعلته القذرة وتلبسه هدومه تاني وتنضفه وترجعه الفصل. وقالوا له لو قلت اي حاجه هذبحك انت وباباك ومامتك. المهم في ميس في المدرسه ارتاح لها وقال لها اللي حصل معاه. الميس قالت له اوعى تقول الكلام ده لحد احسن يقتلوك. ديرة عرفت وما اخدتش اي اجراء ضده. الحقيقي 4 جنود لابليس اتجمعوا في مكان واحد. المهم في يوم من الايام الام لاحظت ان ابنها بينزل دم من فتحه الشرج ومش عايز يدخل حمام خالص. ودته للدكتور قال لها ده اعتداء جنسي صريح، وحكى لمامته كل حاجة. نزل باباه اللي كان شغال في الخارج وراحوا للمدرسة وواجهوهم. لقيتهم طبعا كلهم أنكروا الاتهامات اللي اتجهت ليهم. نزل باباه اللي كان شغال في الخارج وراحوا المدرسة وواجهوهم، طبعا كلهم أنكروا الاتهامات. ولما المدرسة لقيتهم هيعملوا شكاوي وشوشرة بدأت تساومهم. عرضت عليهم إن الطفل وأخوه الكبير يتعلموا مدى الطفل وأخوه الكبير في المدرسة يتعلموا ببلاش، ولكن طبعا رفضوا وعملوا بلاغ في النيابة. ومع الأسف البلاغ ده اتحفظ لأنهم ما عرفوش يثبتوا الواقعة داخل المدرسة. ما سكتتش الأم وعملت تظلم للنائب العام واتفتحت القضية من تاني، وجابت شهود أولياء أمور من المدرسة شهدوا إن المدرسة كان فيها سلوكيات شاذة وغير أخلاقية بتتم داخل المدرسة. وتحولت القضية بين يوم وليلة لقضية رأي عام. والأم يوم المحاكمة لبست ابنها لبس سبايدر مان وفهمته إنه بطل وإن ربنا مش هيسيبه وهينصره علشان اتظلم. المشكلة إن الراجل دوت لو أي حد شافه يبان عليه الهيبة والوقار والشعر الأبيض والسن الكبير، ما يخطرش على بال مخلوق إنه يعمل الفعل الشنيع ده. لا، وفين في أأمن مكان أي أسرة بتبقى مطمنة على أولادهم فيه وهي المدرسة. فالناس بقى دلوقتي تروح فين يعني؟ صبر كامل. صبر كامل. صبر كامل. صبر كامل. صبر كامل.